اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنشرح انت اسهل طريقه لعمل اي رقم فيك للواتساب. كل اللي عليك انك تكون مركز معايا في الشرح من البدايه للنهايه، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكره جديده. ويلا بينا على الشرح يا صديقي. طب مبدئيا كده الطريقه عباره عن ان هي بوت في التليجرام. البوت ده بيفعل لك دول زي مثلا ساحل العاج ودول تانية كتير. تمام. طبعا احنا لو دخلنا على البوت كده طبعا ان البوت مفعل منه ساحل العاج اهوت. تمام. هو حاليا الدول اللي منضافة بس ساحل العاج، اما بعد كده انا هضيف لك دول كتيرة لان البوت ده بتاع انا، يعني انا المطور بتاعه وانا هضيف لك دول كتير. تمام. طب لو انت عايز تفعل رقم هتضغط كده، يبدأ طبعا ان هو يظهر لك الواجهة دي بنفس الشكل ده كده. هتختار مثلا اللي هي الدول اللي تحت دي اللي هي ساحل العاج، وبعد كده يظهر معاك الرقم بالشكل ده، وعندك هنا طبعا اسم الدولة، وعندك هنا الكود لسه ما وصلش، وعندك هنا طبعا جروب الاكواد لو ضغطت عليه هتلاقي طبعا اللي هي الرسالة دي اللي هو البوت الخاص بالجروب. والجروب الأكواد المؤقت يتم حذف الأكواد كل 5 دقايق، يعني الأكواد دي ما بتفضلش موجودة كده، بتتحذف كل 5 دقايق علشان القناة ما تطيرش أو أي حاجة. تمام. هتبدأ إن أنت تاخد الرقم نسخ كده. طب يا صديقي البوت ده هتلاقيه في قناة التليجرام عندي. البوت ده هيكون في ملف مضغوط بباسورد مكون من 4 أرقام، أنا هقولهم لك رقمين في رقمين. وأول جزء من الباسورد يكون 20. أول جزء من باسورد الملف يكون 20. طب بعد ما خدنا رقم نسخ هروح باجي على أي نسخة واتساب، تبدأ طبعا إن أنت تحط الرقم بالشكل ده. طب وانا عندك هنا اهوت الرقم شغال يعني بدون اي مشاكل، الرقم مش محظور او اي حاجه. تضغط نعم. طب هو هنا الرقم اساسا مربوط بجيميل، فطبيعي ان هو مش هيوصلك كود على البوت. طب هنرجع للبوت كده وتضغط على اللي هي تشينج نمبر دي اللي تحت على الشمال. طبعا هيبدأ ان هو يغير لك الرقم، هتقوم واخده نسخ وتدخل على اي نسخه واتساب عندك، وبعد كده هتطلب الكود على الرقم ده. طبعا تعال كده نشوف هيوصل لنا كود ولا لا. طب هنا هو قال لك بعد استلام رسالة نصية تطلب أي رقم هيجيلك، هتطلب استلام رسالة نصية. طبعا ده قال لك حوالي بعد 13 ساعة عن الرقم محروق. طيب أنا جربت رقم تالت أهوت، وطبعا الرقم جاب معانا 10 دقايق. طبعا هتقوم داخل على البوت كده، طبعا مش هتلاقي الكود وصل في أول دقيقة. أنت ممكن مثلا الكود يغيب في الوصول معاك، يعني مثلا ممكن ياخد دقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين على حسب يعني. فأنت هتصبر شوية لحد ما تشوف الكود هيوصل ولا لأ. طبعا يا صديقي زي ما أنت شايف لو رجعنا للبوت أهوت هتلاقي طبعا إن هو بدأ يبعت لك الكود. طب برضه لو دخلت على جروب الأكواد هتلاقي طبعا إن الكود بيوصل بدون أي مشاكل. هناخد طبعا كده الكود نسخ وهنرجع نحطه هنا. طبعا زي ما انت شايف اهو الرقم اتفعل معانا. طب تمام. طبعا حرفيا الطريقة سهلة بسيطة بدون أي مشاكل. وخد آخر جزء من باسورد الملف هيكون 30. آخر جزء من باسورد الملف هيكون 30. طبعا كده تعال ندخل على الرقم اهوت. الرقم هنا آخره 378 أهو. 378. أقسم بالله الطريقة حرفيا نار. بس كده يا صديقي نكون وصلنا لك شرح. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فكرة جديدة. اشوفك الفيديو الجاي يا عم. سلام.